مستر هشام، ممكن اخد من وقت حضرتك بس 5 دقايق؟ طبعا. طيب انا كنت عايزه استأذن حضرتك طبعا لو ينفع يعني. هو ممكن اخد سلفة 20,000 جنيه ولو ينفع يعني برضو ان احنا نقسمهم على ال3 شهور الجايين. ممكن؟ خلاص مفيش مشكله، انا هكلمهم في الحسابات يعملوا لك الموضوع ده. ميرسي قوي يا فندم، اشكرك بعد اذنك. اسماء، اي يا فندم. عايزك تحجز لنا ترابيزه حلوه في مطعم شيك على ذوقك. تحجز لنا؟ مش فاهمه، ده قصدك مين؟ عميل مهم وعازمه على العشاء وهنتكلم في شغل مهم وعايزك معايا. معلش يعني، بس هو انا لازمتي ايه في قعده زي دي؟ دي مش قعده، ده عميل مهم وشغل ومحتاجك معايا. ايه، هترفضي؟ لا لا، يعني مش قصدي ان انا ارفض، بس هو بس حضرتك عارف انه من غير بس، زي ما بقول لك ده شغل مهم، فبعد اذنك احجزي الترابيزه وبلغيني. حاضر يا فندم. احجز الترابيزه لكام فرد؟ كام فرد؟ احجزي ل4 5 افراد، ما اظنش ان احنا هنزيد عن كده. ماشي يا فندم، هحجز واكد على حضرتك بعد اذنك. ايه يا زياد، لسه داخلين عنده حالا والله. اصبر. ماشي، خليك في اللي انت فيه وانا هخلص واطمنك. ماشي حبيبي، يلا سلام. نفسيا ممكن تبقى دي حيلة من دماغها عشان تستمر في نسيان موت رامي. يعني ايه يا دكتور؟ في ناس كتير بتتعامل مع الصدمات الكبيرة في حياتها بطريقة الإنكار. أول رد فعل بيجي في دماغهم لما بتحصل المشكلة إنهم ينكروا الحقيقة أو يرفضوا الاعتراف بيها. بالنسبة لندى، عاشت في الغيبوبة لسنين طويلة قوي، وأول تعامل حقيقي ليها مع اللي حصل كان بعد ما فاقت. فمن المؤكد إنها تلجأ لحيلة الإنكار عشان تحمي نفسها من الصدمة. يعني حضرتك شايف ان هي اخترعت موضوع الايميلات ده؟ كلها افتراضات. يعني من الناحية العلمية أنا ما أقدرش أجزم بده، إنما من ناحية ممكن فهو ممكن. طب رأي حضرتك ان احنا نقول لها الحقيقة يعني ونحكي لها اللي حصل، ولا نسيبها كده؟ الطبيعي إن ذاكرتها هترجع بالتدريج وتبتدي تعدي بباقي مراحل التعامل مع الصدمات اللي من النوع ده. المفروض إن ده هيحصل، والحقيقة هتتعرف يعني هتتعرف. السؤال هنا، هل هي جاهزة لده دلوقتي ولا لأ؟ يعني قصدك يا دكتور دلوقتي ان هي لو عرفت الحقيقه ممكن ترجع تنتكس تاني؟ خدوا بالكم يا جماعة إنه ندى بتتعافى نفسيا وجسديا من تجربة صعبة جدا، مش أي حد يقدر يستحملها. تخيلوا شخص بعيد عن الحياة 7 سنين، فمن المؤكد إنه هيلاقي صعوبة في التعامل مع الصدمات الكبيرة اللي من النوع ده. محدش يعرف رد فعلها ممكن يبقى عامل إزاي. طب انا رأيي ان احنا نستنى وما نقولش حاجة، يمكن لما تبقى كويسة تفتكر من نفسها. او ما تفتكرش خالص، هي اصلا كانت ابتدت تبقى احسن قبل موضوع الايميلات ده ما يظهر. ده حقيقي، واحنا سهل نعرف يا دكتور اذا كان بيتهيألها او لا. نطلب منها تورينا الايميلات يعني؟ اه. ممكن يكون الايميلات دي بجد، يعني ممكن يكون هي مكريتة ايميل تاني وبتبعت لنفسها الايميلات دي. لا يعني مش للدرجة دي طبعا، احنا كده بنتكلم عن حالة تانية خالص يعني. إنما أغلب الظن إن مفيش إيميلات أصلا، بس لو شفتوها بعينيكم تبقى حقيقة وفعلا يبقى في حد بيبعتها. مين اصلا ممكن يكون بيبعت الايميلات دي؟ خلاص تمام، مفيش مشكله. تمام، نبقى نتفق على مره تانية ان شاء الله. خلاص ماشي، اتفقنا. مع السلامه. شوفي حابه نتعشى ايه؟ هو احنا مش هنستنى الكلاينت؟ الحقيقه هو لسه قافل معايا دلوقتي وبيقول لي ان هو مش هيقدر يجي. صدفه غريبه. صدفه جميله. ده انا مبسوط ان الميتنج اتلغى اكتر ما انا كنت مبسوط بالميتنج نفسه. ها، قررت هنتعشى ايه؟ يعني انا ما صدقت ان هي بقت كويسة وفايت لنفسها. يا حبيبتي يا حبيبتي ما تقلقيش بقى، كلام الدكتور ما يخوفش. طب ايه رايك بقى؟ ندى بقت احسن بكتير من الاول، ده كفايه نفسها بقت مفتوحه على الحياه والشغل كمان. طب انت عارفه بقى، ندى بتقوم باداء في الشغل احسن 1000 مره ما كنت انت بتشتغل. بجد؟ كويس.
على فكره بقى نوره طول عمرها شاطره وشاطره قوي كمان. كون بقى ان هي بمزاجها اختارت بيتها وبنتها، فدي تضحيه المفروض تشكرها عليها وما تخليكش تنسى ابدا شطارتها في الشغل. ما اكيد يا طنط طبعا، يعني ما هي عارفه ان انا بهزر. مش كده يا حبيبتي ولا ايه؟ طبعا اكيد بيهزر طبعا. طيب انا كده اتاخرت، لازم امشي. ليه؟ ما احنا قاعدين شويه. والله انا كان المفروض ان انا امشي من وقت ما الكلاينت لغى الميعاد، وما رضيتش بس ان انا احرج حضرتك. هو انت ليه مصممه تحطي فرق ما بيننا؟ ليه دايما في مستر وحضرتك عشان حضرتك مديري في الشغل ولا ايه؟ ايوه بس انا قلت لك اعتبريني صديق. انا مش عارف انت ليه مش عايزه تجربيني. علشان انا ما بحبش اجرب، وعلشان حضرتك المفروض تبقى بروفيشنال وتخلي الشغل مكانه في الشغل مش هنا، عشان وقتها رد فعلي مش هيبقى كويس. انا اتاخرت. طب يا شكرا. يا جماعه هو انتوا بتقاوحوا في ايه؟ انا بقول لكم شفت الميل بنفسي على موبايلها. وانت ما شاء الله في الكام ثانيه دي لحقت تلقطيه؟ لا لا لا، دي تلحق وتلحق. يا نهار ابيض، ما شاء الله مراتي تحط عينيها تجيب اي حاجه على طول. ايه ده بقى والنبي انت كمان. ياسمين انت قصدك ايه بالظبط؟ هو مين اللي يعرف المكان اللي احنا بنقعد فيه غيرنا؟ ومين يعرف موضوع موت رامي غيرنا احنا واهلها؟ قصدك يعني ان اللي بيبعت الايميلات دي ويشتغلها حد مننا؟ والله ما اعرفش بقى. وبعدين هي فين اسماء ان شاء الله؟ مش قلت انها جايه؟ في ايه يا ياسمين؟ انا كلمتها على فكره وقالت ان هي جايه وهي وصلت اهي. استاذه اسماء ليكي وحشه والله، انا قلت مخصمانه. لا مش مخاصماك انت، ما تقلقش. طمنتي قلبي كده، انام وانا بالي مرتاح. الحمد لله. نفس الطلب؟ نفس الطلب. عناية. ميرسي. عاملين ايه؟ اخيرا تكرمتي ونزلتي تقعدي معانا؟ بقول لك ايه، فكك يا حسن. زياد قال لي ان حصل جديد في موضوع ندى. خير؟ ما طلعش بيتهيأ لها. انا شفت الميل بنفسي، فاحنا بقى ان شاء الله شاكين ان اللي بيعمل كده حد عايز يأذيها. مش كلنا اللي شاكين، يعني هي ياسمين اللي بتقول كده. طيب وايه، شاكين في مين؟ احنا مش شاكين في حد معين، بس من الاخر كده اللي بيبعت الايميلات دي حد يعرف ندى ويعرفنا احنا كمان. طب وليه بتقول كده؟ عشان في تفاصيل كتير جدا في الايميل بتاكد ان هو يعرفنا ويعرف حاجات كتير حوالينا. بصراحه الموضوع مريب ومش عارفين نعمل فيه ايه. طب وبعدين هنعمل ايه؟ بصوا بقى يا جماعه، انا عند كلامي، اللي بيعمل كده حد عايز ينتقم منها او حد بيكرهها. هو انتوا شاكين في حد معين؟ والله شوفي انت بقى ان شاء الله. ايه ده؟ هو انت بتكلميني كده ليه؟ لا اوعي تكوني بتلقحي ياسمين ان انا اللي ببعت الايميلات، تبقى اتجننتي خالص وراحت منك. هي مين دي اللي جننت؟ ما تلمي نفسك وانت بتتكلمي هو في ايه معايا. يا جماعه؟ واحنا جايين عشان نتخانق؟ ما تهدوا شويه. ياسمين ممكن تهدي بقى؟ هو انتوا مش شايفين بتتكلم ازاي؟ تصدقي انا اللي غلطانه اصلا ان انا جيت وانا عارفه انك موجوده. ايوه، كل ما تديني كده جيبيها فيا. اتزلق في ايه يا بنتي؟ هو انت خيالك المريض خلاص سوالك ان انا اللي ممكن اعمل حاجه زي كده؟ اسماء ما حدش فينا بيتهمك بحاجه على فكره. احنا جايين نقعد عشان نحل المشكله دي مع بعض. هو عامه اللي يعمل حاجه زي دي اكيد حد مجنون، واكيد مش هيبقى انا. الحركه دي تطلع من حد فاضي، حد قاعد في البيت، حد ما وراهوش لا شغله ولا مشغله. بعد اذنكم. استني يا بنتي. مبسوطه؟ لو عايز الحق يعني يا عمرو، ما كانش ينفع اللي ياسمين عملته امبارح ده. يا جماعه انا فنكت طول الليل امبارح بسبب المشكله دي، وخلاص انا ما بقتش قادر استحمل اصلا. وانت مصدق اصلا يا عمرو ان اسماء هي اللي عامله حوار ندى ده؟ يا عم انا مصدق ولا اي حاجه، بس برضو انتوا كلكم عارفين اسماء ما بتسيبش حقها. ايوه بس يعني مش لدرجه ان هي تاذي ندى، وخصوصا في ظروفها دي. بصوا يا جماعه من الاخر، انا مش مقتنع بالكلام ده. وعمرو وياسمين بيتعاملوا مع اسماء بغل جامد تقريبا، يعني مش ناسيين اللي فات. هو ايه اللي فات؟ انت بتقول ايه يا حسن؟ باين ان انت شايل في قلبك جامد، يعني عشان في يوم من الايام سابتك. ما سابتنيش اصلا. هو بيقول ايه ده يا زياد؟ يا ابني وانت بتفهمش الكلام اللي انا بقوله؟ بقول لك انا اصلا مش مقتنع بانها عملت كده، ازاي بقى هبقى شايل من جوايا ناحيتها؟ خلاص بقى، خلاص لو سمحتم، مش كل ما نتجمع نتخانق، احنا عايزين نحل المشكله دي. وانت مش شايف بيقول خلاص خلاص قفل على الموضوع ده بقى عشان القعده ما تبص. خلاص بالظبط. انت عملت ايه في حوار شقتك؟ مفيش. اديني مستني عادل ده اشوف هيعمل معايا ايه. وانت صابر عليه كل ده ليه؟ طب هعمل ايه يا حسن؟ اعمل ايه؟ ما انا مستني اشوف شغل واشوف اموري هتمشي ازاي الفتره الجايه، هعمل ايه تاني؟ خد هنا يا ابني، انت اصلا ما قلتش لحد فينا انت قدمت استقالتك ليه؟ يا جماعه قدمت استقالتي، يعني شويه مشاكل كده هو انتوا عايزين مني إيه يا جماعه؟ تطلعوني مسرح النهارده ولا ايه؟ احنا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ احنا في المشاكل اللي احنا فيها. انتوا تفتكروا مين اللي بيبعت الميلات لنا ده؟
اسماء. مستر هشام. اسماء. ايوه مستر هشام. ايه في حاجه ولا ايه؟ لا تمام. ايه اخبار الطلبيه بتاعت باشمهندس شادي؟ كلمتيه عشان نبعت له العقود؟ لا هو طلب بس شويه تعديلات كده في الاوردر القديم، فانا قلت اخلص كله يعني وابعتها له مره واحده. خلاص اوكي. خلي بالك يا اسماء، الراجل ده كلاينت كبير قوي هنا، والديل ده ديل بجد مهم. فبعد اذنك عايزك تتابعي كل التفاصيل بنفسك، ولو في اي مشكله تقولي لي على طول. طبعا، لا وما تقلقش يعني، ان شاء الله مش هيبقى في اي مشاكل. ماشي يا اسماء. حضرتك محتاج اي حاجه تانية؟ لا انا تمام، انت تمام؟ انا تمام. طيب ماشي، مش هعطلك بقى. ميرسي. دي تاني مرة تلمحوا الموضوع ده، وكل مرة أنا بسكت. يا اسماء ما حدش بيلمح ولا حاجه. بس على فكره فعلا الموضوع غريب، ولازم كلنا نفهم مين اللي بيعمل كده. فعلا هو أنت مش شايف معنى كلامها كله إن أنا اللي ببعت الإيميلات؟ ولو مش انت هيبقى مين؟ انت اللي متخانقه معاها، وانت اللي مقطعنا كلنا تقريبا، وانت اللي اتكلمتي عليها بغل قدامنا. ما خلاص يا ياسمين، بطلي كلام بقى. هو انتوا هتفضلوا تطبطبوا عليها لحد امتى؟ عماله تدمر في نفسيه ندى. طب ممكن نهدى ونتكلم بالعقل؟ على فكره احنا جايين عشان نعرف مين اللي بيبعت الايميلات دي، مش هنحول بقى الموضوع لخناقات شخصيه ما بيننا. لا انتوا مش جايين عشان تعرفوا مين اللي بيبعت الإيميلات، انتوا جايين عشان تضغطوا عليا وتحوطوني عشان اعترف بالقرف والأوهام اللي في دماغها. اوهام على فكرة أنا مش مطالب مني إن أصلا أدافع عن نفسي، ولو كنت كلفتي خاطرك وسألتي ندى كنت عرفت إن إحنا الاتنين صالحنا ومن زمان. طب يا ست اسماء، طالما انتوا اتصالحتوا، ايه اللي مخليكي واخده جنبه بعيد عننا؟ ليه مش بتيجي تقعدي معانا؟ علشان مش عايزة أشوفها هي. وعلى فكرة أنا قدمت السي في بتاعي في شركة ندى وعملت انترفيو وخلصت كل حاجة، وبعدين عرفت إن الأستاذة هتشتغل هناك فما كملتش. طب خلاص اهدي لو سمحتي. أنا مشكلتي مش مع ندى، أنا مشكلتي معاكي أنت، ودلوقتي مشكلتي معاكم كلكم، عشان اللي يصدق حاجة زي دي عليا ما يستاهلش أصلا نبقى أصحاب. يا اسماء اهدي، اكيد ما حدش قصده يزعلك. لا ده بقى ولا ما اهداش، هي التجميعة دي من الأساس كانت غلط. بطلوا بقى كذب وتمثيل، احنا كلنا اتجمعنا علشان ظروف ندى، ولولا ظروف ندى لا كنت عبرتوا بعض ولا كلمتوا بعض تاني. لا يا اسماء، الموضوع ابسط من كده. بعد كده ليه؟ وبعدين من امتى بتتجمعوا من غير ما تقولوا لي؟ واسماء كمان هنا. صحابك يا ستي عاملين لي كمين، عايزين يمسكوني متلبسه. خلاص بقى يا مين اسماء، متلبسه في؟ مفيش حاجه، هنتكلم بعدين يلا. ولا اي حاجه. عارفه دايما كل ما بنتجمع بتحصل كده، دايما خناقات تافهه. هنعمل ايه ما بس؟ تقولش تافهه، قول حقيره، قول قذره. والله ما حد تافه وحقير غيرك انت. اوعي تفتكري شويتين اللي انت عملتيهم دول دخلوا عليا. كفايه بقى، ممكن تسكتي؟ اسكتي. ايه هو انت صدقتها انت كمان؟ طب ايه رايكم يا جماعه؟ مفيش حد عمل كده غيرها. تعمل ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. تعالوا وصلك العربيه. المجنونه دي بتقول ان انا اللي ببعت لك الايميلات. ايميلات ايه اللي بتبعتيها؟ ايوه انت اللي بتبعتي ايميلات رامي؟ لا طبعا مش هي اللي بتبعت الايميلات، رامي اللي بيبعت لي الايميلات. لا مش هو، رامي مات. رامي كان معاك في العربيه يوم الحادثه ومات. يا ندى في ايه اللي حصل؟ حد عكسك طيب؟ يا ندى ردي عليا. ندى طب اقفي. خلاص هو اللي بيحصل ده طبيعي يا عم براحتك. خلاص نعمل ايه طيب؟ هنبص ايه ده؟ هو مين اللي المفروض يشوف، هي ولا هو؟ يا ندى حصل ايه بس؟ ممكن تعرفيني؟ يا ندى ردي عليا. ايه اللي حصل كل ده طيب؟ كلميني. بذمتك مش شايفه نفسك احلى بنت في الدفعه النهارده؟ انت بتعمل كده ليه؟ وبعدين هو فين ندى؟ بيتفرجوا على العربيه بتاعتها الجديده بره. تعالي نرقص احنا شويه. احترم نفسك يا رامي، انا مش عايزه اعمل سين في حفله تخرجنا وتقلب نكد. سيب ايدي. هو انت منشفه دماغك معايا ليه كده؟ تصدق انك بجد اتجننت؟
فين مفتاح العربيه؟ اهو يا بنتي، في ايه مالك انت؟ انا ماشيه. طب استني، رايحه فين؟ مروحه مش عايزه اكمل. في ايه اللي حصل؟ مفيش حد ضايقني، عايزه اروح. مفيش حاجه، انا عايزه اروح دلوقتي. هو ايه اللي حصل؟ يا ندى، في ايه يا جماعه؟ ايه اللي حصل وراك يا احمد؟ بعد اذنكم سيبوني امشي بقى. خلاص براحتك. ممكن افهم في ايه اللي حصل؟ انا ما كنتش موجود. على فكره ده المفروض احنا نسالك ايه اللي حصل. اتفضل شوف يا صاحبي. يا ندى في ايه اللي حصل؟ ما تعرفش حد عكسك؟ طيب يا ندى ردي عليا. ندى طب اقفي. ايوه هي كانت طيب دلوقتي تقولي زعلها، مين اللي زعلها؟ هو مين المفروض يشوف، هي ولا هو؟ طب ممكن يا جماعه نتفضل كلنا بره شويه؟ هي محتاجه ترتاح. اتفضلوا، هي خدت حقنه منومه وهتنام شويه. اطمنها هتبقى كويسه يا فندم. عاجبكم كده؟ لو جرى لها حاجه ذنبها يبقى في رقبتنا. انا والله ما كانش قصدي، انا لقيتني بتكلم كده وخلاص، ما كنتش اقصد اي حاجه. تقتل القتيل وتمشي بجنازته. ما خلاص يا ياسمين. هو ايه اللي خلاص؟ هو انا اللي قلت لندى ان رامي مات؟ ولا دي كمان هتعرف تقنعكم انها ما عملتهاش؟ المهم يا زياد دلوقتي طمنا عليها. الحمد لله احسن. خدت حقنه ونامت. ايوه يعني الدكتور قال ايه؟ صدمه عصبيه حاده، بس قبل ما تاخد الحقنه يعني كانت كويسه. يا رب خير. طب الحمد لله. طب انا هبات معاها. لا طبعا انت بالذات لا. خلاص طب نهدى بعد اذنكم. مش هينفع عشان اختها هبات معاها، وكده كده هي مش تصحى غير الصبح، والدكتور قال مش هينفع يبقى في زحمه، وكده احسن. صح ولا ايه؟ ايوه معاك حق. خلونا نمشي ونيجي بكره من بدري، كده كده القعده فعلا ملهاش لازمه. ان شاء الله هتبقى كويسه. بلاش والنبي حرق الدم. يلا نمشي يلا. ميرنا، أنا تحت البيت عندك. ها؟ فاضية تنزلي شوية ولا صعب؟ محتاج أقعد أتكلم معاكي. ماشي. يلا يا ماما، يلا حبيبتي عشان تروحي وترتاحي شويه. خد مراتك وروح، يلا روح. يا حبيبتي ما انا قلت لك هبات معاها، روحي انتي ارتاحي. انا مش هرتاح وهي بعيده عني، هنام ازاي يعني وهي هنا لوحدها يا نوره؟ طب يلا نروح دلوقتي، ووعد 7 الصبح هنكون هنا. ندى هتفتح عينيها تلاقيكي قدامها. ما تتعبونيش. يلا اتفضلوا مع السلامه. طب بصي هقول لك على خلاص حاجه. يا ماما خلاص، خليكم النهارده باتوا معاها. ماما اوعدك ندى هتبقى كويسه. يا رب. انا هطلع اكلم الدكتور واجيلكوا تاني. ماشي. مساء الخير. مساء الخير يا ولد. ازي حضرتك يا طنط؟ الحمد لله. انتوا جايين مع بعض كلكم ولا ايه؟ حسن عدى علينا. فين اسماء امال؟ اسماء جايه في طريق. انت شفت ندى؟ للاسف مش عايزه تقابلني. طب ما تقول لها يا طنط ان احنا مش هنتحرك من هنا غير لما نشوفها، واكيد يعني مش هتطردنا. ولو طردتنا عادي يعني، دي ندى صاحبتنا يعني، مش هنزعل منها اكيد، المهم نطمن عليها. ايه رايك يا طنط؟ لا انا مش عايزه نضغط عليها. وقت ما هي تحب تكلمكم تبقى تكلمكم. خير.
لا ما هو احنا لازق قوي، خلي بالك مش هتعرفي تهربي مننا. ازيك يا ندى؟ انا كويسه الحمد لله. وحشتيني يا ندى. شدي حيلك بقى عشان نرجع نتلم تاني، يعني القعده من غيرك ملهاش طعم خالص. اكيد مش لاقيين حد تضحكوا عليه، مش كده؟ احنا برضه يا ندى بنضحك عليكي. واضح ان انت زعلانه مننا قوي بجد. لا ابدا، ازعل منكم ليه؟ عشان يعني ضحكتوا عليا وقلتوا لي ان رامي لسه عايش وطلع مات؟ ولا عشان عملتوني على اني واحده مجنونه وقاعدين تجاروها في جنانها وتحكوا لها قصص وحكايات وهميه؟ انتوا كلكم قعدتوا تبعتوا لي بقى الايميلات دي عشان اطلع قدام نفسي مجنونه وقدام الناس؟ انتوا ازاي كنتوا قاعدين بتتفرجوا عليا وانا قاعده عايشه في كذب ووهم كده وقاعدين محدش فيكم فكر ينطق؟ لا يا ندى لا، انت فاهمه غلط. احنا كلنا خبينا عشان كنا خايفين عليكي. وموضوع الايميلات ده والله العظيم مش احنا اصلا. انا مش عايزه اشوف حد منكم تاني، مش عايزه اشوفكم تاني. لو سمحت يا ماما خليهم يمشوا كلهم من هنا. اهلا، حتى انت جيتي. الحمد لله على السلامه يا ندى. هو انت ما كنتيش عايزاني اجي؟ ماما لو سمحتي خليهم يمشوا. للدرجه دي مش عايزه تشوفيني؟ انا قلت انك عندك دم ومش هتوريني وشك تاني بعد حياتي اللي اتدمرت بسببك. انا ما كنتش عايزه اقول لك حاجه، انا ما كنتش اعرف اصلا انك جايه الكافيه. انا بس انفعلت غصب عني وما عرفتش والله الكلام ده بيخرج مني ازاي. ولما خنتيني مع رامي كان برضه غصب عنك؟ ولما مشيت وسبت الحفله واتخانقت معاه بسببك كان برضه غصب عنك؟ انت امتى اتخانقتي مع رامي بسببي انا؟ هو انت فاكره ان انا ما شفتكوش؟ انا شفت يومها وسمعت كل حاجه. يا ريتني ما شفتكم، يا ريتني ما شفتكم، يا ريتني ما شفتكم. وايه علاقه رامي باسماء باللي حصل؟ تنكري ان انت كنت مساحبه رامي وانا وهو مع بعض؟ انت فاهمه غلط، انا ما عملتش كده. انا مش عايزه اشوفكم تاني، مش عايزه اشوفكم في حياتي تاني. حضرتك كنت مع سيدني؟ باشمهندس شادي لسه قافل معايا. تمام. ممكن اعرف ليه عميل مهم زي ده بيكلمك كذا مره وانت ما بترديش عليه؟ للدرجه دي انت مش مركزه في شغلك؟ وهو قال لحضرتك بقى اني مش مركزه في شغلي؟ انت قايله لي ان كل حاجه تمام، وانا بكلمه عشان اشوف العقود متاخره لي لغايه دلوقتي، لقيته متضايق جدا وبيقول لي ان مفيش تواصل كفايه من ناحيتنا، وكمان ان هو بعت لك كذا مره وانت ما بترديش عليه. ويا ترى بقى هو قال لحضرتك بيبعت لي ايه وامتى؟ ولما بيتصل بيتكلم ازاي؟ انا مش فاهم. هيبعت لك ايه يعني؟ ما اكيد حاجات ليها علاقه بالشغل. ولو حاجه ليها علاقه بالشغل انا مش هرد ليه؟ ما هو ده اللي مجنني، انا مش فاهم ليه انت مش بتردي على الراجل. عشان ده راجل مش محترم وبيستغل الشغل اللي ما بيننا عشان يستعبط ويلطف، ودي حاجه انا مش هقبلها ابدا. بيلطف ازاي يعني؟ والله حضرتك تقدر تشوف بنفسك. اصلا مش من حقه انه يبعت لي على الواتساب. المفروض التعامل ما بيننا يبقى من خلال الايميل وبس. وانا وافقت عشان ما اوقفش الشغل، وده الكلام اللي ما بيني وما بينه. وبعد كده ابتدى يتكلم في حاجات شخصيه وحاجات ما ينفعش انه يتكلم فيها، فاضطريت اني ما اردش عليه. يعني عشان كده ما كنتيش بتردي عليه؟ واحد بيتصل في نص الليل المفروض ان انا ارد عليه؟ وعلى فكره تاني يوم الصبح كلمته عشان اشوف اذا كان محتاج حاجه ليها علاقه بالشغل ولا لا، وفضل برضه يتكلم بنفس الطريقه. فاضطريت ان انا اقفل مكالمه معاه وطلبت منه ان التعامل ما بيننا يبقى رسمي ومن خلال الايميلات وبس. انا مش فاهم. واحد زي ده مالتي مليونير وابوه رجل اعمال كبير وعندهم مشاريع في البلد كلها. والله مالتي مليونير مالتي ملياردير دي حاجه ما تخصنيش ابدا. انا مش قصدي، انا قصدي ليه هو يحط نفسه في موقف بايخ زي ده؟ مالتي مليونير بقى وعارف ان محدش هيلومه مهما عمل، وسواء تجاوبت معاه او ما تجاوبتش هطلع انا اللي غلطانه ومحدش هيقف في صفي. طيب ماشي، انا هكلمه واقول له ان بعد كده كل التعاملات في الديل ده تبقى معايا انا شخصيا، وانت لو كلمك حتى لو في حاجه ليها علاقه بالشغل ما ترديش عليه وانا هتصرف. تمام. بقالك يومين مش بتردي عليا، للدرجه دي مش عايزه تشوفيني؟ هو انت بجد مستغربه اني زعلانه؟ انا اسفه، ما عنديش اي مبررات للي انا عملته، بس انت حطي نفسك مكاني. انا لو حطيت نفسي مكانك يا ندى كنت عمري ما هشك فيكي. بس ده اللي انا سمعته، ولما واجهتك ما دافعتيش حتى عن نفسك او قلتي لي الحقيقه. عشان انت المفروض عارفاني وعارفه اني ما اعرفش ابقى في وضع المتهمه اللي المفروض ارد وادافع عن نفسي. ما انا لما فهمت اني غلط جيت اعتذر لك، ولو عايزه حاجه اكبر من الاعتذار انا مستعده اعملها. بس هو الموضوع مش موضوع اعتذارات،
الموضوع بجد اني صعبت عليا نفسي. انا يا ندى بتشك فيا انا؟ انا مش عايزه ازقك انك تقبلي اعتذاري، بس انت اكتر واحده عارفه حالتي النفسيه كانت عامله ازاي. لا انا عارفه ومقدره كل حاجه انت مريتي بيها، واي حاجه انا عملتها عشانك كنت عشان بحبك وخايفه عليكي. كنتي عارفه ايه اكتر حاجه مزعلاني بجد؟ اني بقالي فتره كبيره قوي، يعني يمكن تبقى سنين، لا كنت بقرب من حد ولا حتى كنت بسمح ان حد يقرب مني. ما كانش عندي صحاب ولا حد يسأل عليا ولا عندي حد أسأل عليه، وحتى في كل الأماكن اللي أنا اشتغلت فيها كنت مركزة قوي إن علاقتي بالناس تفضل زملاء وبس. عارفة ليه كنت بعمل كده؟ عشان ما اسمحش إن حد يدخل حياتي تاني ويوجعني. لحد ما انا رجعت، مش كده؟ بالظبط، لغاية ما قمتي بالسلامة ورجعنا نتلم تاني. في الأول كنت مبسوطة قوي إن خلاص أخيراً بقى مش هبقى لوحدي تاني، ورجعنا نتلم، ورجعت لنا أصحاب زمان. بس للأسف كل مرة كنا بنتلم فيها كان بيحصل لي مواقف، صدقيني أنا ضحيت بحاجات كتيرة قوي عشان أبعد عنها. انا اسفه، وهسيبك تهدي من ناحيتي خالص. لما تحسي انك قادره تسامحيني قوليلي. مالك يا أسماء، أنت كويسة؟ أنا كويسة. أنا بس كنت سرحانة كده في حاجات ليها علاقة بالشغل. مستحيل ده يكون سرحان شغل. أمال هيبقى سرحان إيه بس؟ مش عارفة يا أسماء، بس أنا حاسة إن أنت متغيرة بقالك فترة كده ومطفية، يعني حاساكي أوت أوف مود، وأنا مش بحب أسألك عشان عارفة إنك ما بتحبيش كده. لا هو بس عارفة لما مشاكل كتير كده بتيجي ورا بعض وما بتلحقيش تفصلي. أنا عرفت اللي حصل ما بينك وما بين الكلاينت اللي اسمه شادي. أنت عرفتي منين؟ يا بنتي مفيش حاجة هنا بتستخبى أصلا، أنت لو قعدتي معانا بس في البريك هتعرفي كل حاجة في الشركة من أولها لآخرها. طب الحمد لله ما بقعدش معاكم. طب قولي لي بقى، هو ده اللي كان مضايقك؟ على فكرة بقى أنا ممكن أخد لك حقك كويس قوي، بس أنت قولي أوكي. مالك بتبصي لي كده ليه؟ مستغربة. مستغربة ليه؟ يعني بتطمني عليا وبتنصحيني كده من قلبك ومهتمة، واحنا يعني ايه مش صحاب؟ لا ما اقصدش، انا بس كنت حاسة كده انك مش بتستظرفيني بصراحة. لا ما هو انا بصراحة فعلا ما كنتش بستظرفك، بس بصراحة انت اللي كنتي رخمة قوي يا اسماء، يعني على طول واخدة جنب كده وقاعدة مع نفسك، يعني كنت بحس فيكي بتناكة كده ومتعالية علينا شوية. انا؟ انت. بس على فكرة ده مش معناه اني والله كنت بكرهك، وبعدين احنا لو ما وقفناش جنب بعض في مواقف زي دي هنقف جنب بعض امتى؟ احنا كبنات بجد ملناش غير بعض. صح، عندك حق. يعني خلاص؟ خلاص. اوكي باي. لازم يعني ابعت لك صوره من الذكريات عشان توافقي نتقابل؟ معلش والله يا حسن، انا بجد كنت مسحولة قوي الفترة اللي فاتت دي. شغل؟ يعني شغل وغير شغل، حاسة كده ان مفيش طاقة. لا هي لو مشكله طاقه خدي دي جربيها. هايله، اسمعي مني، اشرحها لك. لا تمام، خليها لك. المهم طمني عليك، انت هعمل ايه؟ ده جديد، حاطط ايدك. والشله عاملين ايه؟ بتتقابلوا؟ كويسين، لا مش بنتقابل قوي، يعني اخر مره يوم ما ندى طلعت ورقه الاحلام دي، بس انا هشوفهم كمان شويه، يعني لو حابه
تقابليهم؟ لا لا لا، مش حابه خالص، مش حابه. خلاص اللي ريحك. بس انت عارفه، انا يوم ما شفت الورقه فرحت لك قوي. لقيتك انت الوحيده اللي حققتي تقريبا جزء من احلامك، يعني بقيتي مشهوره وعندك فولورز ما شاء الله يعني. والله هي الشهرة اللي انا كنت اقصدها مش دي خالص، بس تمام. مش حابه تبقي مشهوره على انستجرام؟ لا، اقصد يعني ان انا كان نفسي ابقى مشهوره في حاجه اكبر، حاجه اهم. اكيد مش تيك توك يعني، ما كانش موجود ساعتها. بس بمناسبه الورقه اللي انت بتقولي عليها، عارف ايه الغريب؟ ايه؟ ان قبل ما تبعت لي الورقه دي على طول كنت لسه بعمل انترفيو عشان اسافر لشركه بره مصر. بفكر اسافر اشتغل بره. ليه يا بنتي لازمته ايه السفر؟ ما انت هنا تمام والدنيا شغاله وما شاء الله ناجحه يعني. فكرت مع نفسي كتير قوي بصراحه. انا ايه اللي مقعدني هنا يعني؟ بعد ما مامتي توفت الله يرحمها، وماليش لا اهل ولا قرايب، وماليش صحاب، ايه اللي هيقعدني هنا؟ طب وانا يا اسماء؟ انت ايه بس؟ انا بجد مش بهزر، بتكلم بجد. وانا بتكلم بجد، انت ليه واخده كل كلامي هزار؟ انت ايه يا حسن؟ انا موجود يعني، ليه بتقولي ما فيش معاكي حد؟ كايه؟ كموجود عادي يعني، كصاحب يعني. صحاب، بالظبط كده يا حسن، صحاب. وكنت عايزه اشكرك ان الفتره اللي فاتت انت الوحيد اللي حافظت على صداقتنا دي. عشان احنا صحاب لازم يعني اقول لك على موضوع السفر ده انت تفكري فيه تاني يعني، لان اكيد في ناس هنا حواليكي وناس بتحبك وناس عايزاكي تبقي موجوده عشان تاخد بالها منك. ان شاء الله خير. ان شاء الله. قول لي صحيح، اخبار مراتك والولاد ايه؟ تمام؟ اسماء، انت لسه هنا؟ انا خلاص خلصت الشغل، هلم حاجاتي وامشي. طب انت كويسه؟ مرهقه بس شويه. طب لا، انت شكلك مش كويسه. اسماء، انت لو تعبانه انا ممكن اروحك انا واسيب عربيتك هنا. لا انا كويسه. لا اسماء، شكلك مش اسماء. حاسس بايه دلوقتي يا حبيبي؟ حاسس ان زوري وجعني. يا روحي سلامة زورو يا قلبي. يا ماما، هو انا مش رايحه المدرسه بكره؟ لا يا روحي، تروحي المدرسه ازاي بس وانت تعبان؟ متقلقش، وخالته ليلى كمان هتقعد معاك عشان تراعيك. ليلى؟ وهي المفروض ليلى هي اللي تقعد معاه؟ عمرو، تعال نقعد بره شويه لحد بقى الولد ينام. تعال يلا. صباح الخير. صباح النور. وانا فين؟ احنا في المستشفى. الحمد لله، عملية بسيطة وعدت. عملية ايه؟ امبارح واحنا في المكتب وقعتي وكنت بتصرخي من كتر الوجع، فجبتك وجينا على المستشفى، والدكتور قال ان انت لازم تدخلي العمليات على طول عشان الزايدة عندك كانت ملتهبة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. انا بجد اسفه ان انا تعبتك معايا، مش عارفه ازاي ده حصل. لا ولا اي تعب. اهم حاجة ان انت الحمد لله بقيتي كويسة. الحمد لله. طيب يعني كفايه قوي تعب لغايه كده يعني، اكيد انت محتاج تروح وترتاح. لا طبعا، انا مستحيل امشي واسيبك لوحدك. انا هكلم صحابي واكيد لما يعرفوا ان انا تعبانه هيجولي على طول، ما تقلقش. طيب يا ست، خليني اهو بقى قاعد معاكي لحد ما اصحابك يجوا، وبعد كده انا هبقى امشي. طب هو انا موبايلي فين؟
ايه ده، انت هتشرب القهوه؟ ده انا محضره لك فطار. فطار؟ ومن امتى الواحد بيفطر في البيت ده؟ طب هعمل لك سندوتشات. ياسمين، عندك شغل النهارده؟ عشان اسماء لوحدها في المستشفى وانا مش هعرف اروح لها دلوقتي، فلو تقدري والنبي روحي لها انت. لا يا حبيبتي، انا اصلا مش هينفع اروح الشركه النهارده. زين تعبان من امبارح ولازم اقعد معاه. وبعدين ما يتهيأليش يعني ان اسماء تبقى عايزين انا اللي اروح لها. المشكله ان انا عندي ميتنج مهم جدا ومش عارفه اعمل ايه وخايفه اتاخر عليها. طب يا حبيبتي خلصي الميتنج بتاعك وروحي لها على طول. تقريبا من عندك لعندها ساعه الا ربع مثلا. وما تنسيش تسلمي لي عليها. في حاجه ولا ايه؟ اسماء تعبانه وعملت ازاي ده امبارح. كلمت ندى، كانت عايزاها تروح لها. ندى مش فاضيه؟ لا، عندها ميتنج مش هينفع تلغيه، فكانت بتقولي انا اروح مكانها يعني. بس ان شاء الله ان شاء الله هتخلص وتلحقها. هي صاحبتي خلاص، يعني قدامها نص ساعة بالكتير قوي وتيجي. طيب خلاص، ايه المشكله؟ خليني هو قاعد معاكي نص ساعه لغايه ما هي تيجي. لا عشان خاطري بجد، انت اكيد محتاج تروح وانا هحاول ارتاح او انام لغاية ما هي تيجي. وانت الدكتور طمنك خلاص اني كويسة. خلاص ماشي، مادام هو ده اللي هيريحك انا همشي. بجد انا مش عارفة اشكرك ازاي واسفة. It's nothing. بجد هبقى اجي اطمن عليكي بالليل، ده لو مش هيضايقك طبعا. مش هيضايقني. خلاص ماشي، حاولي ترتاحي شويه. يلا باي باي يا اسماء. باي. الخبر طلع فعلا بجد، مش أشعة. براد بيت وأنجلين جولي سابوا بعض. يا على الصدمه. اذاكر ازاي انا بعد الخبر ده؟ انا مستقبلي ضاع يا جماعه، مستقبلي ضاع. على فكره خبر يزعل بجد، ما تتريقيش. كانوا لاقيين على بعض قوي. اكيد الواد المبالغ في حلاوته ده خانها. مش شرط طبعا، في حاجات كتير قوي تخلي اتنين بيحبوا بعض يسيبوا بعض. انا بالنسبه لي الخيانه طبعا. بجد؟ هو ايه اللي بجد؟ الخيانه هي اللي تخليكي تسيبي حد بتحبيه؟ بجد. اي حاجه في الدنيا تتصلح الا الخيانه. طب وانتي بقى يا ندوده، ايه اللي يخليكي تسيبي حد بتحبيه؟ ان احس انه مش بيحترمني وان انا مش متقدره في العلاقه دي. طب وانتي ايه الاخبار؟ والله انا الحاجه اللي ممكن تخليني اسيب اللي انا بحبه لو بطلت احس معاه بامان، او انه ممكن يسيبني ويخليني اكمل حياتي لوحدي. ازيك يا اسماء؟ كويسه. انت تعبتي فجأة ولا ايه؟ تعبت كده شويه في الشغل الحمد لله عدت على خير. الحمد لله. هو ياسمين ما جاتش معاك؟ لا، هو مفيش حد معايا، انا جاي لوحدي. ماشي. انا طبعا لما عرفت ان انت تعبانه قلت لازم اجي اطمن عليكي، بس بصراحه مش هو ده السبب يعني الوحيد اللي جابني.
امال ايه السبب اللي جابك؟ انا اسف ان انا فكرت فيك غلط لما عرفت موضوع رامي ده. انا عارف ان هي ممكن تكون حاجه متفرقش معاكي جدا يعني، بس الصراحه حسيت بالذنب ناحيتك. قلت لازم اجي اعتذر واقول لك انا اسف. تضحكي ليه؟ مستغربة. ايه الغريب في كده؟ اتغيرت قوي يا عمرو، وبقيت بتعتذر كمان. ما كنتش بعتذر قبل كده. وانت نسيت؟ انت عارفه ان دي اول مره نقعد نتكلم فيها مع بعض لوحدنا من بعد اخر خناقه بينا احنا الاتنين. قصدك من وقت ما اختفيت؟ انا ما اختفيتش يا اسماء، انت اللي قررتي تنهي العلاقه. مين قال اني قررت؟ تنسي اخر كلام بينا احنا الاتنين كان ايه؟ لا فاكرة اني قلت لك اني تعبت واني محتاجك تتغير عشان نعرف نكمل مع بعض. وانا ما اتغيرتش، بالعكس انا اتغيرت عشانك يا اسماء. عملت حاجات معاكي لا عملتها من قبلك ولا عملتها من بعدك. ما هي دي بقى المشكلة، انك شايف ان انت بس اللي بتضحي وبتيجي على نفسك، وانا اللي كنت بعمل حاجات كتير قوي مش بتاعتي عشان اريحك واطمنك، بس انت ما كنتش بتشوف كل ده. لا انا كنت مقدر جدا كل اللي بتعمليه عشاني، مقدر حبك ليا. صح، عشان كده اختفيت. انا ما اختفيتش يا اسماء، ما اختفيتش. انا استنيتك تكلميني، تبعتيلي رسالة تحاولي تتواصلي معايا. لما لقيتك خلاص يعني ما بتتكلميش خالص قلت يبقى انت خدت قرارك، ما رضيتش اضغط عليكي بصراحة. لا اختفيت يا عمرو، اختفيت، وكل مرة كان بيحصل ما بيننا مشكلة كنت بتختفي، وانت عارف كويس قوي ان دي اكتر حاجة بتخوفني. واخر فترة بينا كان في مشاكل كتيرة قوي، كنت حاسة اني دايما مهددة، لو قلت حاجة غلط، لو اتصرفت تصرف غلط هتسيبني. فتعبت وقررت بقى اني اسيبك براحتك، ابطل اشدك ناحيتي واشوف هتعمل ايه. وحصل فعلا اللي انا كنت خايفة منه، وبعدت وما رجعتش. صح، ممكن اكون كنت غلط في الفترة دي. الواحد كان برضه صغير ودماغه ممكن تكون طايشة شوية. عارفة يا اسماء، في علاقات بتيجي بس الوقت بتاعها ما بيكونش الوقت المناسب. عشان كده انا جاي اعتذر النهارده، يقولك انا اسف. لا ده يوم الاعتذارات العالمي بقى. ما تزعليش مني بجد، ماشي؟ هزعل على ايه يا عمرو؟ الوجع كان زمان، خلاص يعني كان في الماضي، هاجي ازعل عليه دلوقتي؟ صحيح، وانت اخبار شغلك ايه بقى الفترة دي؟ الحمد لله ماشي، بدور بصراحة على فرصة شغل برا مصر، حاسة اني محتاجة شغل جديد وبداية جديدة. انا كمان نفسي ارجع اسافر تاني، بس للاسف ان انا مش عارف. طب انا وماليش حد هنا، يعني لو سافرت مش هتفرق مع حد، ومفيش حد حياته هتتأثر، بس انت ليه تعمل كده؟ انت عندك ياسمين وابنك.
انا مش مرتاح هنا خالص يا اسماء، مش مرتاح. لو هتاخد بنصيحتي خليك جنب اللي بيحبوك. البعد ده بيوجع قوي وبيعمل مشاكل كتير. خليك جنبهم هترتاحوا كلكم. طيب انا مضطر اتحرك بقى عشان انا ورايا حاجات كتير جدا لازم اعملها. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. على فكرة اوعي تفكري ان مالكش حد هنا. اوعي تفكري ان محدش هيتأثر لو انت مشيتي. صحابك كلهم بيحبوكي وعايزينك وسطيهم. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتك يا اسماء. الله يسلمك يا زياد. اسماء بقول لك ايه، مش انت ايام الجامعه كنت عملتي عمليه الزايده دي؟ ازاي رجعت التهبت تاني؟ انا؟ ايوه يا جماعه افتكروا معايا يوم ما اسماء تعبت ونقلتوها المستشفى وقلت تعالى لنا بسرعه. يا حسن دي كانت اللوز. اتاريكوا يومها كلمتوني وقلت لي هات ورد وايس كريم وتعالى بسرعه على المستشفى وهنبقى نحاسبك. انت صح ما حاسبتونيش من يومها. انت هتذلنا يا حسن، ما عدى الزمن يا هنبقى نحاسبك بعدين. وبعدين حتى لو كان عندها الزايده وعملتها هترجع لها تاني يعني؟ زينب ما بترجعش؟ ما اعرفش يا جماعه، كنت ادبي ما انتوا عارفين يعني. هو فعلا الواحد لازم يبقى علمي عشان يعرف ان الزايده ما بترجعش. الحمد لله على سلامتك يا اسماء. الله يسلمك يا ياسمين. شكرا انك جيتي تطمني عليا. على فكره كنا هنجيلك من بدري بس استنيت ليلى ترجع عشان تقعد مع زين. ما ندى قالت لي والله، قالت لي ان هو كمان تعبان. سلامته الف سلامه. كان سخن من امبارح بس الحمد لله بقى احسن. الحمد لله. مساء الخير. اتفضل يا مستر هشام. صحابي من ايام الجامعه. مستر هشام صاحب الشركه اللي انا بشتغل فيها. اهلا وسهلا يا جماعه، اتشرفنا. اهلا بيك. شرف لينا. عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله احسن بكتير. طب الحمد لله. انا كنت جاي بس اطمن عليكي وهمشي على طول. مش محتاجه اي حاجه؟ لا ازاي بس تمشي على طول، انت لسه واصل. لا انا يا دوب كده اتكل على الله. وبعدين انا كده مطمن عليكي مع اصحابك. بجد انا مش عارفه اشكرك ازاي. لا ولا اي حاجه. لو احتجتي اي حاجه كلميني في اي وقت. حاضر. فرصه سعيده يا جماعه. ميرسي. يا اسعد. شكرا. جميل قوي. مين الاستاذ؟ اصلا ده حازم. حازم واحد اتعرفت عليه قريب بس بنتكلم كده ساعات. بتظبطوا يعني؟ لا مش بنظبط ولا حاجه، احنا اتعرفنا على بعض صدفه والكلام جاب بعضه فبقينا اصحاب. بس هو مريح على فكره، حاسه كاني اعرفه من زمان. قلتيلي حاسه كاني اعرفه من زمان. ماشي سيبك مني انا واحكي لي الموضوع. احكي لك ايه بس؟ انا والله قلت لك كل حاجه تخص موضوع عمرو. لا مش بتكلم على موضوع عمرو، ما انت حكيتي لي. ولو ان الموضوع انا مش بلاعاه وحاسه ان في حاجه انا مش فاهماها بس هعديها. احكي لي على بتاع الورد ده. هشام؟ ايوه. ماله؟ معجب ولا ايه؟ العادي يعني. انت ما بتتغيريش ابدا. بصي انا بجد مش عارفه يعني. اول ما مسك اداره الشغل من بابا كنت حاسه انه بني ادم لزج وسمج ورخم وما كنتش بطيء حتى اني اشوفه. وبعدين حسيت انه لطيف جدع
وقف جنبي بصراحة في مواقف كتير قوي في الشغل، وهو اللي جابني هنا المستشفى. تخيلي يا ندى، ده فضل سهران هنا جنبي طول الليل عشان يطمن ان انا بقيت كويسة. مبقاش لزج؟ يعني بقى لطيف، هو جدع بصراحة. بس انا حاسه ان هو اصغر مننا بشويه، صح؟ هو اصغر مننا، بس يعني وانت شفتيني اتجوزت، وانا بس بقول انه شخص محترم. ماشي، يلا نامي بقى وارتاحي شويه. طب عشان خاطري روحي نامي في البيت. تبقيش غلسه بقى، انا قلت لمامي ان انا هبات معاكي النهارده. يا ستي انا والله كويسه، انا اصلا اللي طلبت منهم ازود يوم زياده في المستشفى عشان ما احتاجش حد يبات معايا. يعني انت اللي عامله فينا كده؟ مش كنا روحنا كنت الاقي سرير انام عليه؟ مش هتفرق يعني، انا مش عندي غير سرير واحد اصلا. طب نامي بقى وانا هنام على الكنبه هنا. عشان خاطري والله انا كويسه. يلا بقى ما تبقيش غلسه، صباح الخير. وانت من اهل الخير. بقول لك ايه، هو ممكن ترجعيني على الجروب تاني؟ صباح الخير. وانت من اهل الخير. جواب ايه يا حبيبي اللي انت عايز تحطه لها في شنطتها؟ انت عايز تموتني في زهره شبابي؟ انت فاكر نفسك في تاني اعدادي يا بابا؟ يا عم الرخم، ما تسيب الراجل يعمل اللي يريحه، وبعدين ايه المشكله؟ ما نحط الجواب ونشوف اللي هيحصل. وافرض ندى بقى ما خدتش بالها ورمت شنطتها دي في الدولاب، والبنت ندى دي غنيه واكيد عندها شنط كتير وممكن تعمل كده عادي. ما تقلقش، انا اقول لاسماء تقول لندى تشوف الشنطه، وساعتها تشوف الجواب ونبقى وصلنا الرساله. شايف الكلام الحلو؟ انت عيل محبط والله العظيم. وبعدين انا اصلا الاول كنت خايف ان هي مش ما تشوفش جواب، خايف ان هي تشوفه تطلع ما بتحبنيش، بس انا خلاص خدت قرار لا، هقول لها واللي يحصل يحصل، فاهم؟ ان شاء الله هتطلع مش بتحبك اكيد ان شاء الله. جوهري انت رخم يلا. جوهري بقول لك ايه، اوعى كده بقى، بقيت الشله ما ظهروش؟ دول هناك من بدري ومهيصين. ما تقول يا جوهري من بدري. هنروح له. ما تعرفش ايه يا جوهري؟ خلاص حاول انت بتتكلم اصلا يا غبي، وانت كنت قلت له حاجه يا عم بقى. ده انتوا مقرفين قوي. ايوه ولو بابتسامه او حتى خليكي ساكته، في الحالات دي السكوت علامه وهعتبرك كده موافقه. قولي ايوه. انتوا فين يا جماعه؟ تعالوا نسمع مبروك بسرعه كده يا جماعه. بقى عندنا 2 كابل في الشله، اسماء وعمرو ورامي وندى. قولوا مبروك. 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 الله يبارك فيكم، بقينا في الهوا سوا يا عم عمرو. كمل. ماشي. قلبي عمل حساب. الوقت سبقك ولا سبقك مين؟ وازاي وحيد لكن وصلت أخير؟ لو كان في قلبك دقة عرفاني، لو كانت عينيك بجد شايفاني، ما كانش قطر الحلم عداني وقال لي عندك لحظتين تأخير.
بيني وبينك خطوتين بالظبط. بينك وبيني من السما للأرض. عشت الحياة شايل غرامك فرد، طلع الغرام وهم وملوش تفسير. كل الكلام ملهوش خلاص معنى، ومفيش طريق مكتوب له يجمعنا. الحضن شوك وما عادش هيسعنا. فرد الحمام ما بقاش خلاص هيطير. الوقت سبقك ولا سبقك مين؟ ما بيردش. الحيوان المهزأ. انا بقى عايزه اعرف عنوان بيته. استني بس، بتفكري في ايه؟ انا مش بفكر، انا هروح اهزقه قدام مراته عشان بعد كده يتعلم الادب. طب استني اهدي، لما يظهر نبقى نفهم عمل كده ليه. اديني جيت لك اهو، ما اتصرفتش من دماغي عشان بعد كده ما حدش يغلطني. معلش بس مراته ملهاش ذنب برضه. وانا ذنبي ايه؟ وليه يعمل معايا كده؟ وليه يخلي منظري كده قدامكم؟ طب اهدي بس، هكلم زياد يمكن يعرف يوصل له. ماشي. بكلمه. ايوه، رد عليا من شويه بيقول ان مراته هي اللي بعتت الرساله على الجروب. لا 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 يا بنتي، لا. بيقول ان هو اللي كاتبها، بس هي مراته خدتها وبعتها على الجروب عشان تفضحه تقريبا. والله يا ندى انا بصراحه مش فاهم، بس هو قال لي كده. لا، تروح فين؟ ما ينفعش. مراته اصلا سابت البيت ومشيت، مش هينفع. بصي، اتكلمي معاها وعليها لحد ما نشوف هنعمل ايه. ماشي؟ يلا سلام. ايه ندى ما قالتلكش اسماء عامله ايه دلوقتي؟ متضايقه جدا، صعبان عليا الصراحه. حاسس ان هو كمان صعبان عليا. هو صعبان عليك ايه الغبي ده ان شاء الله؟ صعبان عليا عشان غبي، فاكر نفسه اذكى واحد في الدنيا، في الاخر خسر كل حاجه. ما هو يستاهل يا زياد. واحد متجوز يعمل حركه زي دي ليه؟ وبعدين هو عايز يوصل لايه يعني؟ هو مفكر ان اسماء تبص له؟ غلطه يا عم عمرو، غلطه وعادي يعني، كلنا بنغلط. مش هنعلق لبعض المشنقه ولا ايه؟ بس دي مش غلطه عاديه يا زياد. بعدين هو ما غلطش في حق اسماء بس. ليه؟ هو انت بقى شايف ان هو غلط في حقك؟ ايوه غلط في حقي طبعا. لما يبقى صاحب عمري وعارف انها كانت مرتبطه بيا كل السنين دي ويحاول معاها، يبقى اصلا ده مجنون. هو بيعمل كده ليه اصلا؟ اذا كان صاحب عمره نفسه سابها واتجوز صاحبتها، في ايه بقى يا عمرو؟ مش عايزين نفتح في القديم. طب هو ليه ما جاش يعتذر بنفسه؟ محرج منكم يا ندى، فمش عارف يجي. انا اصلا ما كنتش هاجي لو عرفت انه موجود. هو انتوا يا جماعه ليه محسسين ان انتوا اول مره تعرفوا حسن؟ يعني في ايه؟ هو طول عمره كده بيعمل مصيبه ويهرب على طول. انا مش فاهمه هو كان بيفكر ازاي لما عمل كده. ولا اي حاجه يا ندى، وبعدين مش هو اللي عمل كده، مراته هي اللي خدت الرساله وبعتها على الجروب. يعني ايه؟ يعني هي اللي الفت المسج وهي اللي بعتتها برضو؟ لا يا اسماء، هو ما قالش كده. اللي حصل ان مراته شافت الرساله قبل ما يبعتها لك برايفت، قامت واخداها وعامله لها كوبي وبعتها على الجروب. هو ما كانش عايز يقول كده اصلا قدام الناس. انا مش فاهمه، هو انت بتدافع عنه ليه اصلا؟ ايوه صح يا زياد، يعني هو هي غلطه يا جماعه، ممكن تعدي عادي، مفيش مشكله. على فكره يا اسماء، انا مش بدافع عنه خالص. انا عارف ان هي حركه بايخه وتضايق، بس هو ما كانش قصده اذيه، كان عايز يعبر عن حاجه جواه وطلعت منه بشكل زفت زي طريقته. هو ايه وزفت ايه على دماغه؟ هو كان شاف مني ايه اصلا عشان يبعت لي كلام زي ده؟ ما حدش قال حاجه يا اسماء، وما حدش يقدر يقول عليك حاجه وحشه. على فكره كان ينفع تعدي الموضوع عادي، لو كان بعت لك الرساله دي برايفت كان ينفع ترد عليه وتتجاهل الموضوع ويعدي. انا بصراحه مش شايفه الموضوع بالبساطه دي خالص يا زياد. انت رايك ايه يا ياسمين؟ غلطان طبعا، ومفيش اي حاجه تبرر له اللي هو عمله بصراحه. خلاص يا جدعان، خلاص. هو عارف ان هو غلطان، انا غلطته وهو نفسه مغلط نفسه. ومعلش حسن مش جديد علينا يعني، صاحبك على عيبه يعني، مش هنقطعه. لا انا ما قلتش ان حد يقطعه. بقول لكم ايه، انا كده كده مسافره ومش عايزه من حد حاجه. احنا كلنا معاكي، ما حدش فينا غلطك في حاجه. انا تعبانه وعايزه انام، يلا صباح الخير. ممكن تهدي وتيجي نكمل كلامنا ان شاء الله مره تانية. مره تانية؟ خلاص انت عملت اللي عليك، هنعمل ايه تاني؟ يعني قرارك ده قرار نهائي ولا في مجال ان احنا نتكلم فيه؟
هو بصراحه الاوفر بتاعهم كويس قوي، وبعدين انا محتاجه شغل جديد. انا قصدي يعني لو في اي مشكله هنا او حاجه مضايقاكي في المرتب. لا لا ابدا والله، هو الموضوع مش موضوع مرتب خالص. هو انا بس محتاجه لفكره التغيير نفسها. وهي دي شركه احنا نعرفها؟ لا لا ابدا، دي شركه مش مصريه اصلا، وبعدين ما بتشتغلش في الحاجات اللي احنا بنشتغل فيها دي. ومقرها فين؟ مقرها الرئيسي في لبنان، بس ليها فروع كتير في مصر وبره مصر. وانت بقى هتشتغلي في مصر ولا بتفكري تسافري؟ والله هو الاحتمالين متاحين، بس انا بفكر اسافر. يعني انا اصلا موافقه على الاوفر ده عشان اسافر. يا خساره. اني اسيب الشغل وانك هتسافري كمان. هو انا برضو مش هسافر على طول برضو، يعني انا هفضل اشتغل شويه كده في الفرع بتاع مصر. انا مش عارف اقول لك ايه، بس انا لو عليا انا بجد مش عايزك تمشي يا اسماء. بص عموما الشركه هنا شركتك، لو في اي وقت رجعتي في كلامك مكانك موجود. ميرسي جدا يا مستر هشام. لا بيتهيألي بقى ان احنا دلوقتي ما بقيناش بنشتغل مع بعض، فممكن تقولي لي هشام على طول. ميرسي يا هشام، بعد اذن حضرتك. ادخل. ياسمين تعالي. ايه ده، هو انتي ماشيه خلاص؟ اصل حازم هيعدي عليا عشان عندنا ميتنج مهم قوي بره. طب خلاص ماشي، نبقى نتكلم بعدين. في ايه؟ انت كنت عايزاني في حاجه؟ بصراحه كده كنت عايزاكي في حاجتين. هو انتي يعني لازم تنزلي دلوقتي؟ لازم، ده قالي 5 دقايق وهكون تحت. مفيش مشكله، هنتكلم بعدين. طيب اتفقنا. كلمتي اسماء اطمنتي عليها؟ بعتلها على الواتساب وردت قالت ان هي تمام. هو انت ليه مش عايزه تكلميها؟ حساكي لسه زعلانه منها. بالعكس والله، انا حتى لو تاخدي بالك انا ما اتكلمتش في موضوع حسن خالص، لا على الجروب ولا حتى لما اتقابلنا. خدت بالي وبصراحه كنت مستغرباكي جدا. مش حابه ابقى جزء من اي حوار تاني، مع انها والله صعبانه عليا قوي، فقلت يعني خليني بعيد احسن. هي اصلا كده كده خلاص هتسافر، قالت لي انها اتفقت على شغل بره. عارفه. عشان كده يوم كنا قاعدين في الكافيه قالت خلاص انا سايبها لكم وماشيه. جايز يكون ده احسن ليها ولينا. شفتي بقى، كان زماني قلت لك على الموضوع. لا ما كناش هنلحق، بيتكلم اهو. طيب مش هعطلك. الو، وصلت؟ طيب انا نازله حالا، هكلمك بالليل ما تناميش. باي. جود لك. ايوه يا ندى، بس احنا ما كناش متفقين على كده. انا عارفه، بس الارض دي مناسبه لينا جدا ومناسبه للمشروع اللي احنا اصلا كنا عايزين نعمله. انا مش فاهمه انت غيرتي رايك ليه فجاه؟ ليه قررتي تعملي منتجع باسم الشركه؟ ما كفايه الابلكيشن والويب سايت. انا هفهمك يا ماما. ندى شايفه ان دور الشركه ما يقتصرش على كونها وسيط ما بين السايح وما بين المنتجعات. وصح احنا هنعمل كل حاجه، من البروجرامز، من كل المشاوير اللي هيقوم بيها السائح من اول ما هيجي مصر لغايه ما يرجع تاني. ساعتها لما يكون عندنا منتجع باسمنا الربح كله هيكون لينا، مش بس نسبه. بالظبط، ونقدم الخدمتين وسطة مع الناس التانية ويبقى عندنا الارض بتاعتنا. ايوه بس الحاجات ما بتمشيش بالسهوله دي، يعني اداره منشاه سياحيه مش حاجه سهله ولا حاجه بنفهم فيها اصلا. اكيد هنجيب ناس عندها خبره في الموضوع ده. دي فكره حازم صح؟ فكرتنا سوا. معنى كلامك ان القرض اللي هناخده بضمان الشركه القديمه هيضيع كله على ثمن الارض؟ مش هيضيع ولا حاجه، احنا لما ناخد الارض هنعرف نجيب مستثمرين معانا وهنبقى كسبانين اكتر بكتير. بس احنا كنا متفقين ان القرض يغطي تكلفه المشروع كله. صدقوني المكسب كده هيبقى اكتر بكتير جدا. ندى ماما شايفه دلوقتي ان الريسك هيبقى عالي جدا، والحقيقه انا معاها في رايها. ما هو ده البيزنس، لو مفيش ريسك مفيش بيزنس. بس الريسك لو مش محسوب يبقى انتحار، خساره اكيده. يا ماما بقى، يا ماما احنا المفروض نمضي القرض كمان يومين عشان خاطري وافقي. يعني ده اخر كلام عندك؟ رايك ايه يا نوره؟ بصراحه هو ريسك فعلا، بس انا حاسه ان هو يستاهل. وانت يا وائل؟ انا حاسس يا حبيبتي ان انت مش مستريحه للموضوع. لا مش حكايه مرتاحه، حكايه ان انا مش شايفه اي داعي للاستعجال. يا ماما بقول لك القرض لازم يتمدي كمان يومين عشان خاطري انا وافقي. ماشي، طالما انتوا شايفين كده
مش عارفه اقول ايه الحقيقه. ربنا يخليكوا ليا. مستر هشام، حضرتك كنت عايزني؟ ايه اخبارك يا اسماء؟ انا تمام زي الفل. خلاص بخلص الهاند اوفر وقدامي شويه حاجات بسيطه كده واسلم كل حاجه ليها علاقه بالشغل. وهتبداي شغلك الجديد هناك امتى؟ من اول الشهر ان شاء الله. هتوحشينا يا اسماء. وانتوا كمان هتوحشوني قوي يعني، بس هنروح من بعض فين؟ هبقى اجي ازوركم. يا ريت فعلا تعملي كده. طبعا احنا عشره. اسماء، انا في حاجه عايز اقولها لك. انا مش عارف ده وقته ومكانه الصح ولا لا، بس انا فعلا محتاج اتكلم. في ايه يا مستر هشام؟ اسماء، انا عارف ان انا عملت حاجات كتير، تصرفات ما كانش ينفع ابدا ان انا اعملها. انا خلاص نسيت كل الحاجات دي، وبجد مقدره قوي انك غيرت طريقتك معايا عشان نعرف نتعامل مع بعض. اسماء، انا شفت منك كذا موقف خلوني اغير وجهه نظري فيكي بنسبه 100%. مش وجهه نظري فيكي بس، حتى وجهه نظري في حاجات تانية كتير. اسماء، انت خليتيني اغير في نفسي انا شخصيا. ميرسي على المجامله الحلوه قوي دي. لا لا لا، دي مش مجامله، ده حقيقه. انا مصدقك. ومش دي الحقيقه الوحيده اللي انا عايز اعترف لك بيها دلوقتي. ايه؟ اسماء، انا بحبك. انا طبعا جاي عشان اتكلم معاك النهارده، لان المفروض يكون انت اكتر حد فاهمني بحكم السنين الكتيره اللي بينا والعشره الكبيره. عندي مشاكل كبيره مع ياسمين وظروف صعبه الفتره دي. انا عارف انك مستغربه ان انا اخترت اتكلم معاكي. والله انا الايام دي مبقتش بستغرب اي حاجه خالص. وقعدتنا سوا دي مش اغرب حاجه خالص حصلت لي النهارده. حصل ايه؟ انت في حد ضايقك كنت بتسيبي الشغل؟ تقدر تقول حاجه زي كده. هو هشام اللي جه زارك في المستشفى واحنا موجودين ده، هو في حاجه بينكم ولا انا فهمت غلط يعني؟ ما هي دي بقى الحاجه الغريبه اللي حصلت لي النهارده. قال لك انه بيحبك ولا ايه؟ قال لي انه بيحبني، وانا اعتذرت. بصراحه كان نفسي نفضل صحاب بعد ما اسيب الشغل. انا مش عارف انت مستغربه ليه يعني، اذا كنت انا نفسي مش مستغرب. ليه؟ لان بصراحه اي حد يقرب منك يا اسماء لازم يحبك. بص يا عمرو، لغايه من قريب قوي كانوا الكلمتين الحلوين قوي اللي انت قلتهم دول كانوا بيبسطوني، بس دلوقتي لا. ما بقتش شايفه ان السعاده الحقيقيه في الكلمتين دول، في حاجه تانية. وهي ايه السعاده الحقيقيه من وجهه نظرك يعني؟ علاقه كده بجد، زي علاقتك انت وياسمين. حد بيحبك بجد من قلبه، وبيحب كل حاجه فيك، بيحب الوحش قبل الحلو، مستعد يعمل اي حاجه في الدنيا عشان تبقى بس سعيد ومبسوط. مش مجرد بقى انبهار او خطفه شويه وهيروحوا مع الوقت. بجد ربنا يخليكم لبعض، وان شاء الله يعني مشاكلكم دي كلها هتتصلح وهتعدي وهتبقوا احسن من الاول. وعايزه اقول لك على حاجه مهمه. ياسمين بتحبك قوي يا عمرو، خلي بالك منها. يعني ده معناه ان هو اللي بيبعت الايميلات؟ طبعا لو فكرنا بالعقل كل حاجه بتاكد كده. بس هو يستفيد ايه كده يعني؟ نعم. اقول لك انا هيستفاد ايه؟ هيستفاد انه يهز ثقتها بنفسها او يحسسنا ان هي مجنونه، ومش بعيد يبقى عايز ان هي تتعب تاني وتدخل في غيبوبه. بالظبط يا اسماء، عندك حق، عشان هو الوحيد اللي عنده مصلحه ان هو يبقى مسيطر على الشركه، ياخد كل حاجه، فلوس، مصالح، بزنس، كل حاجه يا ابني هتبقى في ايده. وكمان لو ركزنا، الايميلات دي جت امتى؟ جت من اول ما ندى قالت انا عايز ارجع الشغل تاني. طبعا خاف. الصراحه كده تفسيرك منطقي يا زيد. انت عارف
يعني احنا قعدنا نشك في بعض وكل الحاجات اللي حصلت دي وعمالين نقول مين اللي يعرف عننا المعلومات دي كلها، بس كده واضح خلاص النوت بوك فيها كل حاجه. سبحان الله، اهي العيله دي اديت وائل كل حاجه. انا بجد مش قادره استوعب هو ازاي يجي له قلب يعمل فيهم كده. وده معناه ان هو متورط في موضوع شركه لندن ده زي ما ياسمين اكتشفت. وش طبعا، ده زمانه مطلع مصالح قد كده. واصلا الاتفاقات كلها كانت باسمه وهو ماضي عليها، بس نوره كمان كانت بتمضي. ماشي، ما هي مراته يعني اكيد مش هتراجع وراه، وبرضه خلينا واقعيين ان هو اي حاجه يقدر يقنعها بيها هي هتصدقها. عندك حق. المهم دلوقتي هنعمل ايه؟ بصوا انا وعدت طنط نوال ان احنا لازم نساعدها. عندك طريقه؟ ايوه يعني نحاول نراقب وائل دوت لحد ما نوصل لحاجه، واكيد على الاقل هنعرف هو بيتعامل مع مين. عندك حق يا زياد، وكده كده انا وياسمين يعني هنبقى في الشركه كل يوم، فاكيد لو وقع قدامنا اي حاجه هنبلغك على طول. بالظبط. وانا كمان هحاول اعرف اكتر عن موضوع شركه لندن ده، عندي شويه ناس كده ممكن يساعدونا. طب وانا؟ انت ايه؟ بص انا وانت ممكن نبدل مع بعض في مراقبه وائل، اتفقنا؟ انا بس هيبقى عندي مشكله في موضوع المراقبه ده. ايه يا حسن؟ يعني طالما هراقب معاكم يعني، بس انا باقه الانترنت بتاعتي قربت تخلص، فلو حد يجدد لي الباقه هزهق والله. لا ليه تزهق؟ خليك ما تجيش حبيبي، خليك خلاص حشن. لا خليك حشن يا عم، كله عشان خاطر ندى، مش مشكله. طيب هي ندى عرفت؟ لحد دلوقتي لسه ما عرفتش، بس طنط قالت لي اكيد هتقول لها. خير. مش عاجباك صح؟ مش هحاسب. لا انت قضيت عليها. مش ماشي حبيبتي، هعدي على حضرتك. حاضر، وهخلص وهكلمك عينيا. سلام. هو في حاجه ولا ايه؟ طنط نوال عايزاني اعدي عليها ضروري. طب ان شاء الله يبقى خير، يعني انت قلقتني بصراحه. ولا اي حاجه، ان شاء الله خير. النبي يا عم زياد ما تبقوش تبعتوا له لوحده بعد كده يستناكم. ايه اللي حصل يا جوهري؟ مش عايز يطلب حاجه غير لما تتلموا، قال يعني اللمه دي هي اللي بتفتح نفسه، وهي كوبايه شاي يتيمه في الاخر. بطل تنمره بقى وخليك في حالك. يعني هو بيدفع. مستفز. هو في حد مستنينا ولا ايه؟ حسن ليه كده يا زياد؟ ما انت عارف ان انا مش عايزه اقعد معاه. ممكن تهدي بقى؟ 5 دقايق، لو كلام مش عاجبك امشي. لا 5 دقايق ولا 10 دقايق، انا مش عايزه اقعد معاه وانت عارف حاجه زي كده كويس قوي. عشان خاطري لو سمحتي، والله العظيم كان عايز يقعد معاكي قدام الكل ويعتذر لك، وبقاله فتره متردد. معلش جرب، مش تخسري حاجه. يلا يلا اجبري لاخوكي بقى من غير ما تبقي قافشه. خلي قلبك ابيض. انا ما بحبش الحركات دي. معلش. حسن تعالى. بص جاي ومكسور ازاي. ما خلاص بقى احنا اخوات، في ايه؟ هو الاخوات هيعملوا كده برضه؟ معلش. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ الحمد لله، انت اللي عامل ايه؟ تمام. يلا اقعدوا انتوا الاثنين، يلا اقعدي. اقعد. شايفه ولاني مؤدب وحلو ازاي؟ ازيك يا اسماء؟ اهلا. هو انا اتكلم قدامك عادي؟ هو انت ناوي تقول اسرار ولا ايه؟ على فكره مش قصده. بعدين حسن كان عايز يعتذر لك قدام الناس كلها. اه والله يعني المفروض ان عمرو وياسمين كانوا جايين، بس تعرف ان هم قافشين على بعض، وندى كانت جايه لاخر وقت بس انشغلت وما جاتش يعني. فما فضلش غيري. بس يعني انا ممكن اعتذر لك تاني لما نتجمع يعني. المهم ان انت تقبلي اعتذاري. حسن انا مش عايزاك تعتذر لي، انا عايزاك تسيبني في حالي، ممكن؟ ست والله خلاص انا عرفت اللي انا مفكر فيه ده كله كان هبل يعني. والله؟ اه يا ستي والله. بصي يا اسماء، احنا طول عمرنا اصحاب، خلينا نفضل اصحاب زي ما احنا. وانا وحياة عيالي مش هزعلك تاني خالص والله، ولا هضايقك. هو الصحاب بيعملوا كده في بعض يا حسن؟ ستي انا عارف والله العظيم ان هو كان هبل خلاص يعني. بصي انا الدنيا اتدربكت فوق دماغي وخسرت كل حاجه، فاكيد يعني مش عايز اخسر صحابي كمان. خلاص بقى، عمال يعتذر لك اهو. معلش عيل وغلط يا ستي، خلاص. فوتيها يعني وانت مش عارفاني. ان شاء الله. صافي يا لبن. خلاص يا زياد، ما قلت لك ان شاء الله. طيب خلاص ان شاء الله يا عم، خلاص عشان ما تنفش علينا. خلاص ماشي. ايه رايكم بقى بالمناسبه ديت هاخدكم اعزمكم انتوا الاثنين على العشاء؟ لا انا لازم امشي، عندي مشوار مهم. بس انا عايز اطمن قبل ما امشي ان انت تمام من ناحيتي. خلاص بقى اصحاب زي زمان حياتي. ان شاء الله يا حسن. خلاص يا عم، خلاص هتقفش علينا خلاص، ولا تقعد انت وتحاسب؟ لا خلاص انا لازم امشي. ماشي بعد اذنكم. خلي بالك من نفسك. تزعليش ها؟ والله غلبان. المسامح كريم بقى. تمام. ممكن ما تضايقش نفسك؟ تشربي ايه؟ تشربي ايه؟ خلصي. انت مش قلت في عشاء؟